أهلا بيكم. يعني الحياة في مصر دايما سريعة ومليانة تفاصيل. جدًا، وساعات تحس إن الواحد مشاعره كده عاملة دوشة جوّه دماغه، بالظبط، مش عارف يركز، مش عارف يرتاح. والموضوع ده، موضوع المشاعر والأحاسيس، هو اللي هنتكلم فيه النهاردة. وهنركّز تحديدًا على فهمه في سياقنا المصري وإزاي لغتنا نفسها غنية في التعبير، يعني بنقول مشاعر، إحساس، شعور، مزاج. وبنستخدمهم طول الوقت. ممكن طبعا يكون في فروقات دقيقة بينهم، بس في كلامنا العادي بنعبر بيهم. أكيد بنقول مبسوط، زعلان، متعصب. رايق، أو يمكن أكتر كلمة منتشرة مخنوق. فعلًا، كلمة مخنوق دي بتلمس ناس كتير، وساعات بنزوّد عليها أوي أو جدًا عشان نبيّن قد إيه الإحساس ده قوي. تمام، بس التعبير ده خطوة. الفهم والتعامل مع المشاعر دي هو الأهم، صح؟ وهنا بقى بيجي الكلام عن الذكاء العاطفي. بالظبط كده، الذكاء العاطفي. طيب ممكن نبسّطه شوية؟ يعني إيه ذكاء عاطفي بشكل عملي؟ هو ببساطة إننا نفهم مشاعرنا إحنا الأول، ونعرف نديرها أو نتعامل معاها. أفهم أنا حاسس بإيه وليه. تمام، وفي نفس الوقت نقدر نفهم مشاعر الناس اللي حوالينا، ونعرف نتعامل معاها بشكل كويس. آمم، يعني الموضوع ليه شقين، داخلي وخارجي، ممكن نقول كده. بيقسّموه عادةً ل4 مهارات أساسية. أول حاجة الوعي بالذات، يعني أبقى عارف أنا حاسس بإيه دلوقتي. تمام؟ إدارة الذات، يعني أقدر أتحكم في ردود أفعالي، مش أول ما أتنرفز أزعق أو أكسر حاجة. ودي محتاجة مجهود. الوعي الاجتماعي، دي بقى القدرة إني يعني ألقط مشاعر غيري، أفهم هو حاسس بإيه من كلامه ومن تعبيرات وشه. أفهم اللي مش بيتقال صراحة. بالظبط. والرابعة والأخيرة إدارة العلاقات، يعني إزاي أستخدم فهمي ده لنفسي وللآخرين عشان أبني علاقات كويسة وأعرف أحل الخلافات لو حصلت. الأربعة دول يعني بيكملوا بعض، بس إزاي تطبيقهم بقى بيفرق معانا هنا في مصر بشكل عملي. بيفرق في كل حاجة تقريبا. يعني أولا في علاقاتنا، إحنا ثقافة بتعتمد قوي على الروابط الاجتماعية، أهل، صحاب، جيران، حتى في الشغل طبعا. العلاقات دي أساسية، فالذكاء العاطفي بيساعد نقوي الروابط دي، نتجنب سوء الفهم، نعرف ناخد وندي مع الناس، صح. تاني حاجة مهمة قوي، التعامل مع ضغوط الحياة اليومية. زي الزحمة مثلا أو ضغط الشغل، الحاجات اللي بنقابلها كل يوم دي. تمام؟ لما أبقى واعي بمشاعري وأعرف أديرها، هعرف أتعامل مع المواقف دي بهدوء أكتر، بفعالية أكتر. زي المثال اللي دايما بيتقال: بدل ما أرجع من مشوار زحمة ومتعصب وأقوم مطلع ده على أهل بيتي، بالظبط. أكون واعي إن سبب عصبيتي هو الزحمة، وأعرف أفصل ده عن تعاملي مع اللي حواليا في البيت. وده ليه تأثير كبير على جو البيت والعلاقات. أكيد. والمهم كمان إن في دراسات اتعملت هنا في مصر فعلا، وربطت بين مستوى الذكاء العاطفي وبين حاجات زي النجاح في الشغل. إزاي يعني؟ يعني لقوا إن القادة أو المديرين اللي عندهم ذكاء عاطفي أعلى، أدائهم بيكون أحسن، فرق العمل بتاعتهم بتكون متحفزة أكتر، والموظفين نفسهم بيكونوا راضين أكتر عن شغلهم. ده كلام مهم. ونفس الشيء لاحظوا تأثيره الإيجابي على التحصيل الدراسي للطلاب. والأهم بقى إن دي مش صفات مولودين بيها وخلاص، لأ، دي مهارات. يعني ممكن الواحد يتعلمها ويطورها؟ أكيد، بالممارسة والتركيز والتدريب ممكن أي حد ينمي ذكائه العاطفي. طيب، بس أكيد في خصوصية للثقافة المصرية في موضوع المشاعر ده، صح؟ يعني طريقة تعبيرنا، فهمنا. نقطة مهمة جدا. يعني مثلا فكرة الكلام الصريح عن المشاكل النفسية أو العاطفية، ممكن يكون عليها وصمة شوية أو الناس تتحرج. إلى حد ما المصادر بتشير إن ده ممكن يخلي ناس تتردد إنها تتكلم بصراحة عن اللي جواها أو تطلب مساعدة. امم وحاجة تانية، دور الأسرة والمجتمع هو طبعا مهم جدا وممكن يكون أكبر داعم، بس أحيانا برضو بيكون في توقعات معينة لطريقة التعبير المقبولة عن المشاعر. يعني مثلا ممكن ما يكونش مقبول إن الراجل يعيط أو يظهر ضعفه بسهولة. وده ممكن يفسر ليه ساعات بنشوف ناس، يعني تعبها النفسي يظهر في شكل جسدي. بالظبط. دي ملاحظة منتشرة جدا، شكوى من الصداع المستمر، آلام في الجسم، إرهاق، ويكون السبب الأساسي ضغط نفسي أو مشاعر مكبوتة. كأن الجسم هو اللي بيتكلم بدل اللسان. ممكن نقول كده، كأن الشكوى الجسدية مقبولة اجتماعياً أكتر من الاعتراف المباشر بالضيق النفسي. وده بيورينا قد إيه مهم نفهم السياق الثقافي ده. يبقى لو حبينا نلخص أهم نقطة من النقاش ده كله، نقول إيه؟ الخلاصة،
إن فهم عالمنا الداخلي، مشاعرنا وأحاسيسنا، وتطويل ذكائنا العاطفي ده مش رفاهية خالص، دي أدوات أساسية ومهمة جدا. أدوات عشان نعرف نتعامل مع تحديات الحياة هنا في مصر. بالظبط، سواء تحديات شخصية أو مهنية، وعشان نبني علاقات أقوى وأنجح مع الناس اللي حوالينا. تمام. ونختم يمكن بسؤال كده نفكر فيه بعدين. اتفضل. يا ترى لو الوعي ده بالمشاعر، مشاعرنا ومشاعر اللي حوالينا، زاد عندنا كلنا كأفراد وكجزء من المجتمع المصري المعروف بترابطه وقوة علاقاته، إزاي ده ممكن يغير شكل تفاعلاتنا اليومية؟ مم. سؤال عميق بصراحة. تغيير زي ده ممكن فعلا يغير كتير في جودة حياتنا وشكل علاقاتنا الأسرية والمجتمعية، محتاج تأمل فعلا.